وراء هذه الحدود المرسومة تختبئ ثروات هائلة. السواحل المغربية الممتدة على آلاف الكيلومترات تعد من الأغنى عالميا بالموارد السمكية. ملايين الأطنان تصاد سنويا، وآلاف الأسر تعيش من البحر، فيما تصدر منتجاته إلى أوروبا وإفريقيا وآسيا. لكن الصيد ظل ورقة تفاوض حساسة بين الرباط وبروكسل، وفي قلبها إسبانيا. تحت الأمواج يكمن النفط والغاز. الدراسات الجيولوجية خاصة قرب طرفايا والعيون تكشف عن إمكانيات واعدة. شركات دولية دخلت التنقيب، والعالم يترقب. أي اكتشاف مؤكد قد يحول المنطقة إلى مركز طاقة جديد في شمال إفريقيا. وفي الأعماق أيضا معادن نادرة: الكوبالت، النيكل، الفاناديوم، عناصر أساسية لصناعة البطاريات والسيارات الكهربائية. العالم كله يبحث عنها، والمغرب قد يملك منها في البر والبحر ما يجعله لاعبا رئيسيا في الثورة الخضراء القادمة.